صباح يوم 6 من حزيران عام 82 و900 وألف اجتاحت القوات الإسرائيلية الجنوب اللبناني تحت ستار كثيف من نيران البر والجو والبحر، وقامت بعدد من الإنزالات الجوية والبحرية. في نهاية الأسبوع الأول كانت القوات الإسرائيلية قد توغلت أكثر من 60 كيلومترا في عمق الأراضي اللبنانية. ومنذ اليوم الأول للغزو تصدت القوات السورية في البر والجو للقوات الإسرائيلية الغازية، ودفعت بقواتها إلى ساحة المعركة، وتحملت في سبيل ذلك أعباء وتضحيات كبيرة انطلاقا من واجبها القومي وإدراكها العميق لمعاني الأواصر الأخوية التي تربط بين سوريا ولبنان. وعلى الرغم من التصدي البطولي الذي أبدته القوات السورية والفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية، تابعت القوات الإسرائيلية تقدمها وفرضت الحصار على العاصمة بيروت. واجه الجيش العربي السوري بشجاعة كبيرة الثقل الأساسي للغزو الصهيوني للبنان. وعلى الرغم من أن انتشار القوات السورية قبل الغزو كان لأغراض أمنية لا دفاعية، فقد أنزلت قواتنا المسلحة بالعدو الإسرائيلي خسائر كبيرة ومنعته من احتلال البقاع ثم من السيطرة على طريق دمشق بيروت. على الرغم من أهميتها القصوى إلا أن الكثيرين لم يسمعوا بها، فقد شكلت منعطفا مهما وتاريخيا، بحيث أنه لو قدر للصهاينة أن ينتصروا فيها لكان وجه المنطقة قد تغير كليا، لا سيما أن كل الظروف المحيطة آنذاك كانت تساعد في تحقيق ذلك. وقعت الدبابات الإسرائيلية التي كانت تحاول الوصول إلى الطريق الدولي دمشق بيروت لقطعه في الكمين المحكم الذي نصبته لها قواتنا، حيث دمرت لها عشرات الدبابات قبل أن يبدأ الهجوم السوري المضاد. مئات الدبابات السورية تندفع برشاقة، وفوقها طائرات الهليكوبتر المضادة للدروع التي تطير على علو منخفض جدا. في بقعة ضيقة احتشدت مئات الدبابات، وبشكل متقارب أفقد الطيران الإسرائيلي قدرته على التدخل. آلاف الجنود السوريين الشجعان وفي التحام مباشر يتسلقون منصات الدبابات ويفجرونها، والجنود الصهاينة يخلون دباباتهم ويلوذون بالفرار. لم يكن المعدن يواجه المعدن، بل قاتل الجيش السوري باللحم الحي كما يقال. تكبدت القوات الإسرائيلية الغازية خسائر فادحة، وأجبرت على الاندحار بعد أن خسرت وبحسب اعتراف العدو 61 دبابة ومجنزرة مدمرة، وغنمت قواتنا 8 دبابات في جاهزية قتالية كاملة بعد أن هربت طواقمها خوفا من مصيرها المحتم. إنها حكاية هذا الضابط وهذا الجندي الذي وقف تلك الوقفة المشرفة على تخوم الوطن في معركة مجهولة، وارتضى أن يكون هو الآخر جنديا مجهولا ليبقى الوطن معلوما. إنها ملحمة السلطان يعقوب.